قبل 2022 كنا بنشيل هم الكاش وبنستنى باليومين علشان تحويل بنكي يسمع، وممكن نقف طوابير علشان حركة بسيطة. بس كل ده اتنسى أول ما ظهر انستا باي وقرر يقلب موازين اللعبة تماما. الحكاية بدأت برؤية من البنك المركزي المصري وشركة بنوك مصر علشان يعملوا شبكة دفع فوري بتربط كل البنوك في لحظة واحدة. والنهاردة احنا مش بنتكلم عن مجرد تطبيق، احنا بنتكلم عن عملاق رقمي بيستخدمه أكتر من 19 مليون شخص في مصر، وبسببه وصلنا لمبالغ معاملات خيالية كسرت حاجز 5.6 تريليون جنيه. الجميل في انستا باي انه خلى التحويل شغال 24 ساعة حتى في عز الأجازات، لدرجة ان 70% من العمليات بتتم والناس في بيوتها بالليل واليوم خلص. والتطبيق بقى فيه مميزات أكتر، زي انك تقدر تستقبل تحويلاتك من بره مصر بالجنيه وبشكل لحظي، وكمان تقدر تتابع حدود التحويل بتاعتك أول بأول. وبالنسبة لموضوع الرسوم اللي شاغل الكل، فالموضوع بسيط جدا. الرسوم بقت 1/10% بس، يعني بحد أدنى 50 قرش، وأقصى حاجة تدفعها في المعاملة الواحدة هي 20 جنيه، وده رقم بسيط جدا مقابل إنك تنجز مصلحتك وانت قاعد في بيتك. انت بقى قول لنا، بتتعامل بإنستا باي ولا لسه بتدفع كاش؟